وورقه وقلم واكتب معايا. لو في حد قال لك تحت سعر ال 1000 جنيه ما تشتريهاش. بعد 3 شهور مثلا بينزل على طول سعر مضروب. اول مره امسك ساعه زي كده، يعني مثلا ازاي اعمل فول بطماطم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين، لو انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمين لازم تعملهم، هم اللايك والشير وتشترك في القناه طبعا وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا انزله. بص، من غير كلام كتير خالص كده نخش في الجد على طول، عشان انا جايب لك سمارت ووتش النهارده مشهوره جدا اديلها فتره، وهي الاكس 9 الترا. الاصدار ده طبعا تاني اصدار اللي نزل بعد الاكس 8 الترا، فهو اعلى منه شويه في حته ايه بقى التركايه. بس ايه الفرق معاك؟ هي حكايه الذكاء الاصطناعي والبوصله والجوجل ماب والحاجات دي بس الفرق بينهم. بس الاتنين بالنسبه لي واحد في الامكانيات وفي الخامات وفي كل حاجه فيهم. بس دي طبعا عشان الاصدار بتاعها لسه نازل، فاكيد فيها تركات كده مش موجوده في الاكس 8 الترا. انا مش عايز بس افهمك ان دي احسن بكتير قوي من الاكس 8 الترا. انا بصراحه لحد دلوقتي شايفها واقفه على الثبات و100 في المبيعات بتاعتها وشغاله لحد دلوقتي. مش عارف انا محمود قوي للساعه دي ليه، بس بصراحه انا حبيتها اول مره امسك ساعه زي كده ولا كل الامكانيات دي، ودلوقتي كمان سعرها بقى حنين شويه فتقدر تشتريها. وطبعا لو عايز تشتريها فانا سايب لك اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا لو عايز تشتريها مني، وكمان ممكن اظبط لك سعر كويس جدا وابعت لك الشحن مجاني. طب نتكلم بقى شويه عن الساعه دي ونشوف ايه الامكانيات بتاعتها ونشوف الدنيا بتاعتها عامله ازاي. وطبعا اول حاجه عايز اكلمك عنها هو الابلكيشن وير فيت برو. كل الساعات اللي هتنزل بعد كده هتبقى برنامج وير فيت برو هو اللي بيشغل الساعات دي. طبعا بالنسبه للعلبه هنا عايز اكلمك على حاجه. طبعا المقاس بتاعها 49 وده الكويس. لو لقيت مقاسها 45 او هي مقاس اصغر فتعرف ان هي المضروبه، عشان هي الحاجات دي دايما بعد 3 شهور مثلا بينزل على طول سعر مضروب. لو لقيت فرق مثلا، دي تركه بقى مهمه معاك، لو لقيت فرق حاجه في السعر مثلا هي ب 1300 لقيتها مثلا ب 800 جنيه فدي مستحيل تكون هي. فيا اما بقى غيروا لك الحجم بتاعها، يا اما غيروا لك خامات الاستيك، البرامج من جوه مختلفه، السوفت وير الشاشه بتاعتها مش اموليد زي الشاشه دي. ففي حاجات كتيره ممكن تفرق لك بين السعر الغالي ده والسعر الرخيص، مش عشان ان هو مظبط لك السعر، لا الخامات بتختلف. فتعالوا نفتح الساعه دي كده ونشوف الامكانيات بتاعتها عامله ازاي. طبعا اول حاجه لما نفتح العلبه كده هتلاقي قدامك الساعه وتلاقي هنا الورقه اللي قدامك دي. فنفتح الورقه دي كده، اول حاجه هتلاقيهم هما الاستراب او الاثنين استراب اللي هنا دول. طبعا انا جايب اللون اللي هو الرمادي اللي هو الجري ده، ففي منه الاستيك اللي هو الرابر العادي اللي احنا عارفينه، وطبعا في الاستيك اللي هو القماش وده شغال كويس بالنسبه للصيف، عشان انت لو بتعرق فالجلد الرابر ده يعني بيعمل زي وساخه قليله كده، فدي حاجه ناس كتير بتزهق منها. فقدامك اللي هو القماش، وطبعا في استرابات تانية كتير خالص انت ممكن تغيرها براحتك بعد كده. تاني حاجه هنشوفها وهو الشاحن اللي قدامك. الشاحن ده طبعا وايرلس، وفي اللي هو النقطه اللي هنا بتنور اللون الاخضر، فده طبعا الشاحن الاصلي بتاعها، وحاول تحافظ عليه عشان ما يبصش منك، لان لو باظ هتجيب شاحن تقريبا في حدود ال 150 او 170 جنيه. تالت حاجه هنشوفها هي قدامك الورق الكتالوج اللي بيجي معاك الكبير ده. طبعا زي ما قلت لك احنا ما بنقراهوش ولا في اي حاجه غير ان انت طبعا تعرف ازاي تركب مثلا الاستراب بتاعك، ازاي مثلا تحطها على الشاحن، البرنامج اللي بيشغلها ايه. فكل الحاجات اللي موجوده في الكتالوج ده هو اللي انا قلتهم لك. بس طبعا في حاجه كده مهمه اللي هو المثلث اللي قدامك ده، اللي هو زي حكايه ضمان، بس هو ما فيهاش ضمانات طبعا اي حاجه سمارت ووتش، فحاول تخاف عليها وما تشغلش بالك بحكايه الضمان، لان مفيش ساعه تاخدها بضمان غير الشركات اللي هي المعتمده. نيجي بقى للمهم والاهم وهي الساعه نفسها. طبعا في حاجه مهمه من غير ما افتح الساعه خالص ومن غير ما اشوفها، الوزن الساعه نفسه. بالنسبه لي انا لما بمسك الساعه كده واحسها خلاص هي كده معناها ان هي كويسه. يعني في ساعات كتيره نفس الحجم ونفس الشكل وفيها المسامير وفيها اللوك، كل ده موجود فيها، بس هتلاقي وزنها خفيف، الخامه بتاعتها مختلفه. انا اول ما بمسك الحاجه كده بحس ان هي قيمه. طبعا بالنسبه للتصميم من بره قدامك الزرار الكبير ده اللي هو البقره، وزرار جنبيه اللي هو القفل الرجوع لورا، وعندك المايك في الجنب هنا، عندك الجنب الثاني زرار الاختصار اللي هو البرتقاني ده، وعندك هنا السماعه ورا. هنا طبعا في مسامير قدامك اهي، وفي زرار اللوك. طبعا الحاجات دي مهمه جدا عشان بعد كده لو عايز تصلح حاجه في الساعه تتفتح من ورا على طول، ما تتفتحش من قدام، لان لو فتحت من قدام الشاشه ممكن تتكسر. نيجي بقى لحاجه مهمه وحلوه قوي بالنسبه لي، الخلفيه اللي قدامك دي. يعني بص اوريها لك اهي، دي طبعا يعني بتاعت الابطال الخارقين. ففي حاجه مهمه هي بقى الشكل التاني ده بص اللي هو باتمان ده. طبعا اشاره المحل عندي باتمان واسم المحل الكينج، بس اشاره باتمان هو الراعي الرسمي بتاع كل حاجه عندي في المحل. فبصراحه الخلفيه عجبتني جدا. وطبعا لو عايز تغير الخلفيه تدوس دوسه طويله كده وتغير الخلفيه اللي انت عايزها. طبعا ممكن نخلي الخلفيه بتاعتنا زي ما هي عشان انا بصراحه حبيتها. ندوس يا باشا تاني عليها كده خلاص هي كده اشتغلت. لو سحبنا مثلا من فوق كده هتقول لك لا يوجد رسائل. وطبعا اول حاجه لازم تعملها اول ما تجيب سمارت ووتش تعمل كونكت بتاع الابلكيشن بتاعها الوير فيت برو، هيظبط لك كل حاجه انت عايزها. لو سحبنا مثلا من تحت كده هتلاقي ايه الاعدادات اللي هي زي شريط
التليفون اول ما بتسحبه من فوق كده. فعندك هنا مثلا الاهتزاز، وضع التشغيل الدائم، ده طبعا حاول تخلي بالك ان انت ما تشغلوش عشان بيستهلك من البطاريه معاك. طبعا اللي جنبيك هنا بقى ده اللي هو البلوتوز وعليه شكل التليفون، ده بتفتحه من هنا ولازم تكون فاتح عندك انت هنا على التليفون على البلوتوز بتاع التليفون، وهتلاقي حاجه طلعت لك كده اسمه ويل تاتش او حاجه زي كده او كلمه كده، لازم تدوس عليها. ده كونكت تاني خالص غير بتاع الابلكيشن نفسه، فده حاجه هتفتحها. ده بيعمل ايه شغلانته؟ ان هو يجيب لك الموسيقى او يخرج لك الصوت من السمارت ووتش بتاعتك. لو حد مثلا رن عليك بيظهر لك هنا، عايز ترد عليه ماشي، مش عايز ترد، كل ده بيظهر لك من الساعه نفسها هنا غير التليفون. فلو سحبنا مثلا في الجنب هنا هتلاقي اعدادات تانية خالص، سحبنا كمان سحبه هتلاقي اعدادات تانية خالص، وعندك هنا فوق قفل الاعدادات، تحت الشحن قد ايه، وطبعا هنا ما اقترنتش لسه فقدامك علامه الفايل اللي انت شايفها دي. فنرجع كده وندوس في البقره الكبيره، هيدخلك على طول على الابلكيشن او البرامج اللي عندك هنا دي. نخش طبعا اول حاجه بنعملها ندخل على الاعدادات ونشوف الحوار ده. المعلومات الشخصيه دي طبعا معلوماتك اللي لازم تكتبها، عشان لو انت شخص رياضي او انت عايز تشوف مثلا نسبه حرق عندك ايه، الدنيا ماشيه ازاي، فلازم تديله المعلومات دي. نرجع كده يخبر، دي حاجات بقى انت عايز تعملها، دي براحتك انت. الاشعارات الاكثر استعمالا ودي حاجات مهمه جدا عندك، اللغه العربيه، وضع ساعه السرير، شاشه الايقاظ، كل ده تبعك انت ممكن تشوفه براحتك. نرجع من الجنب اللي هنا ده كده، فنشوف ايه تاني حاجه. وضع عدم الازعاج، عرض الشاشه الساطعه، عرض الاب ده طبعا مش هيزود لك برامج، لا بس هيوريك الشكل اللي بره بتاع الخلفيه انت عايزه عامل ازاي، خلفيه التطبيقات نفسها. فعندك الاصوات واللمس، كلمه المرور، التعريف الرئيسي، الزرار اللي هو في الجنب اللي هنا ده لو انت عايز تشوفه انت عايز تعمل له ايه، يتنفس، ينام، مش عارف اللغه العربيه بصراحه غريبه شويه، الرياضات، معدل ضربات القلب، سجل النشاط. كل الحاجات دي مش مهمه بالنسبه لي، ان انت كده كده ممكن تعرفها، اي حد عادي يخش على الاعدادات كده ويشوف الدنيا ايه. فنيجي هنا نشوف حاجه تانية مثلا زي اللي هنا ده هو الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. ده بقى اللي هي ايه، انت شاغل بالك بيه، وهو مش زي ما انت مفكر ان هو هيعمل كل اللي انت عايزه زي التليفون، لا هو هنا بقى يجيبها لك باختصار بسيط جدا وورقه وقلم واكتب معايا. كل اللي بيحصل في الحاجات اللي هي بتدعم الذكاء الاصطناعي ان هي بتديك شويه خدمات هي اللي مسجلاهم، يعني انت تلاقيهم في البرنامج هي مسجله البيانات دي. يعني مثلا ازاي اعمل فول بطماطم موجود عندها كده، هم مسجلينها كده، فانت ما ينفعش تجيب حاجه جديده او ما ينفعش تسالهم في حاجه مش موجوده عندهم. ده باختصار شديد الذكاء الاصطناعي في شات جي بي تي. بس في تريكايه ثانيه ممكن تظبط معاك شويه اللي هي سيري. ممكن هنا تدوس على سيري هنا، طبعا تفتح في التليفون عندك تقول لها انا عايز 1 2 3، هتطلع لك الاجابه في التليفون، مش هيطلع في السمارت ووتش. هي عندك هنا البوصله، طبعا لازم تعمل الشكل اللي انا شايفه ده كده عشان نحدد مكانك، وزي ما انت شايف اشتغلت البوصله اهي. فهو دي حاجه كويسه برضو، ممكن تستخدمها لو انت مثلا بالنسبه للجماعه العرب فهم عندهم صحراء كتيره، فلما بيطلعوا مثلا مخيم كده او كده فممكن يستفيدوا بحاجه زي كده. في عندك بقى ايه نبضات القلب ونسبه الميه والتنفس وكل الحاجات دي، هي كويسه بس انا ما اقدرش اقول لك ان هي 100% صح، او اي حد يقول لك 100% صح هو غلطان، او هو ممكن يكون بقى ايه جرب الساعه دي اساسي وجربها عند دكتور، فانا ما اقدرش اقنعك ان هي دي 100% صح. لو نزلنا لتحت كده هتلاقي قدامك هو الشات جي بي تي اللي قدامك، الحاجات دي والمحفظه اللي جنبه دي طبعا مش هيشتغل زي ما قلت لك الا لما تخش على البرنامج وتفعل الحاجات دي. في عندك هنا الشكل اللي انت شايفه ده لو بتدور على التليفون بتاعك طبعا موجود العكس، موجود في التليفون وفي الساعه، ومن الساعه للتليفون. فهنا انت يعني ما اقدرش اكلمك على حاجه تاني جوه جديده غير النظام ده. طبعا انت لو عايز تضيف هنا اسامي فمش 8 اسامي بس، لا انت ممكن تضيف ارقام اكتر من كده، اكتر من 25 اسم ممكن تضيفهم على الساعه. اكلمك بقى عن البطاريه بتاعت الساعه دي. البطاريه بصراحه ممتازه 100، ممكن تقعد معاك مثلا 4 ايام لاسبوع شغاله لو انت شغلك بسيط. لو انت قعدت تمسك بقى الساعه طحن كده تشغل عليها موسيقى مثلا او اي حاجه تفضل منوره الساعه، فده هيستهلك معاك البطاريه زي اي حاجه، ممكن يقعد معاك يوم بس او يومين زيها زي التليفون. نيجي بقى بالنسبه للسعر، والسعر الاهم، السعر بالنسبه لك هنا بالنسبه للاكس 8 الترا دي فهو بيتراوح معاك من 1200 ل 1300 جنيه. فانت طبعا لو عايز اي حاجه بالنسبه للاسعار دي ما تشغلش بالك خالص بحكايه الاسعار، وابعتها لي على طول يا اما على الواتس يا اما على الانستجرام يا اما على الفيسبوك، موجودين عندك طبعا في صندوق الوصف تحت. ابعت لي عليها وقول لي انا عايز الساعه كذا كذا، فانا هظبط لك سعرها ان شاء الله، وهعلمك لو عايز منها حاجه مثلا تفهم حاجه بسيطه فيها، فكل ده متاح. لو في حد قال لك تحت سعر ال 1000 جنيه ما تشتريهاش. طب وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو عندك اي سؤال استفسار او اي حاجه اكتبها لي في التعليقات هنا، يا اما عندك زي ما قلت لك الواتس الفيس الانستجرام موجودين عندك في الديسكربشن تحت، ابعت لي عليهم. طبعا بالنسبه للساعه نفسها لو انت حبيت تشتريها من عندي ففي حاجات طبعا انت ممكن تشتريها تاني زي السكرينه، ودي اهم حاجه لان الشاشه بتاعتك لو اتكسرت بصراحه مش هتعرف تصلحها غير بمبلغ كبير. فموجود سكرينه، موجود كفر ليها، موجود مثلا استرابات بانواع واشكال، فكل ده متاح عندك. وطبعا سايب لك اللينك في الديسكربشن تحت ممكن تشوف. استنوا الفيديو
فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقولكم دايما فكروها صح.